بصوا احنا لما ندعم البلد دي طول الوقت سواء في ازمه او مفيش، بس معلش لا مؤاخذه يعني لو ما فيهاش اساءه ادب انا عندي شويه حاجات مستغرب منها، على شويه اسئله كده بس عايز الحكومه تجاوبنا عليها. معقوله حرب بقالها اسبوع يعني 7 ولا 8 ايام يا مؤمن مش قادرين نستحملهم؟ اسبوع حرب يخلي البنزين عندنا يترعش كده وتدونا خبطه ب 3 جنيه زياده مره واحده؟ هو احنا يعني ما عندناش برميلين 3 نشيل فيهم شويه بنزينات للزمن؟ ولا احنا شغالين اليوم بيومه زي السريحه كده؟ والله العظيم انا مقدر وعارف ان سعر برميل البترول في الشاشه العالميه سعره ضرب في العالي وثمنه اتضاعف بسبب الحرب، بس السؤال بقى لما يطرح نفسه ويجي على وشه في الاحتياطي، فين يا بيه المخزون اللي شايله للازمات؟ يعني الطبيعي والمفروض والف بيه ان احنا نكون شايلين شويه بنزينات على شويه سولار للظروف اللي زي دي عشان يسندونا يا بيه شهر ولا 2 ولا حتى اسبوع. ده المواطن البسيط اما يبقى مخزن له باكوين سكر على باكوين شاي على حج سمنه يكفوه لاخر الشهر، احنا ليه مش شايلين عندنا شويه بنزين لاي مصيبه ولا وجعه سودا تحصل لنا زي اللي حصلت دي؟ وايه حكايه لجنه التسعير التلقائي دي بقى؟ هذه لجنه كل ميزتها انها تلقائيه جدا في الرفع ويدويه جدا في التنزيل. يا اخويا السعر العالمي اول ما يعطس ترفع بقلب جامد، السعر العالمي ينزل تبص الناحيه الثانيه وتعمل من بانها. الغريب كمان يا جماعه ان البلد فعلا شغاله ليل ونهار والنمو بتاعنا في الاقتصاد عمال يعلى كل شويه، ومشاريع ما تتبني ومصانع ودول لما تيجي تستثمر عندك والدنيا المفروض حلوه. هو ليه يا جماعه النمو ده مش اما يعدي علينا؟ احنا محتاجين الاستثمار اللي لما ينمو ده المواطن يحس بيه في ثمن رغيف العيش في تفويله العربيه مش بس في العناوين العريضه. طب انا هقول لك على حاجه، عندك اليابان مثلا لا عندها نقطه زيت ولا حتى بير بترول، تعرفوا مستورد احتياطي يكفيها كام يوم؟ 200 يوم يا مؤمن. يعني لو الحرب العالميه قامت فجاه كل بلد تفضل ماشيه بنفس قوتها لمده 7 شهور وهي حاطه رجل على رجل. وكوريا الشماليه والمانيا كل ده يا جدعان ما عندوش بترول وعنده مخزون يكفيه على الاقل 3 شهور. احنا يا مؤمن مش عايزين احتياطي يكفينا 7 شهور ولا 3 شهور ولا حتى شهر يا بيه بس حتى، لان ال 3 جنيه اللي زادت دي مش مجرد رقم هيزيد بس كده على مكنه البنزين، لا يا بيه ده البنزين ده الاب الروحي لكل السلع، الخضروات والميكروباصات وكل حاجه يا بيه هترفع. واحنا لما نتحط في المافره ما ده انت لو قابلت شحات واديته 5 جنيه يقول لك ما تنفعش يا بيه البنزين رافع. حتى التسول بقى يحصل له تضخم بسبب البنزين، مره عشان البنزين سعره العالمي زاد ومره عشان الدولار اللي احنا لما نشتري بيه البنزين برضه زاد. والسؤال بقى اللي بمليون جنيه لما موجه للحكومه، هل لما الحرب توقف والاسعار تنزل هتحنوا علينا وترخصوا البنزين تاني؟ بس طبعا ده مش اما يحصل، احنا مقدرين الظروف اللي لما تمر بيها المنطقه كلها، بس عند رجاء لما الظروف دي تتعدل والحرب توقف وسعر البرميل ينزل بره نزلوا سعر البنزين جوه. تاني حاجه يا بيه اجروا بسرعه راكبوا الاسواق والاسعار، لانه والله حتى المدرس غلى ثمن الحصه على الواد ابن اختي، فالواد براءه الاطفال في عينه قال له يا استاذ هو الدرس غلي ليه؟ قال له قول له بابا يا حبيبي البنزين غالي. ايوه هو انت ليه يا استاذ اما تعاملنا على انك موتوسيكل؟ فعايزكم بقى تتخيلوا ده وتطبقوه على كل حاجه. والله العظيم يا جماعه احنا جضينا اسندوا المواطن شويه وحسوا بيه. حد سامعني؟ حد شايفني؟ شيروا لهم وابعتوا لهم.